من اكتر الحاجات المستفزه اللي بتتقال اليومين دول واكيد بتتقالك، يلا بقى شد حيلك عايزين نفرح بيك. طب ما تفرح بيا، تفرح بيا، انت مستني ايه يعني؟ تعالى نفرح سوا، يلا خد حيلي شده وانا شده معاك ونشده مع بعض ونفرح سوا، نعمل حفله وعيد ميلاد ونتبسط. يعني اقول لك على حاجه، انت مستني تفرح بيا؟ طب مش هفرحك بيا، اقعد زعلان بقى. اشمعنى انا اقعد زعلان وحدي؟ انا زعلان، خليك انت كمان زعلان معايا. اصل بصراحه يا جماعه مش طبيعي اللي بيحصل ده. كل ما اشوف حد، كل ما اروح مناسبه، يلا بقى عايزين نفرح بيك نشد يا عم اشده في ايه؟ ما انا لو عايز اتجوز من بكره هتجوز. بس الفكره ان فين البنت اللي تستاهل ان انا اتجوزها اصلا؟ فين البنت اللي هتكون مؤدبه، تكون ناضجه، تكون بتشيل مسؤوليه، تكون بتفهم، تكون ناضجه، تكون بتفهم، ناضجه، تكون بتفهم، تكون بتشيل مسؤوليه. شوف انا هقعد اقول لك تكون ناضجه دي من هنا للسنه الجايه. دلوقتي الحمد لله اغلب البنات دماغها في الشلاحات خالص. مش هقول لك تشيل مسؤوليه بيت، دي مش بتشيل مسؤوليه الشنطه بتاعتها هي ونازله اصلا. فالبنات بتوع اليومين دول هيشيلوا ازاي مسؤوليه؟ مثلا لو هنتكلم عن البنات اللي هم في جيلنا، اللي هم التسعينات بقى، الناس اللي هم الفاهمه الناضجه السترونج اندبندنت، بقى من خلقهم بقى هنا بقى اضيق من خلقنا احنا. تلاقي البنت مش طايقه تحك في راسها، تيجي تقول لها صباح الخير تلاقيها نفخت في وشك طيارتك. فالفكره الواحد لازم يهدى، لازم يستنى، لازم نتقل عشان ناخد حاجه نظيفه، لان الدنيا اليومين دول ملبشه، السيستم بايظ. بعدين بصراحه بحس ان اغلب الناس اللي بيخطبوا ويتجوزوا دلوقتي بالنسبه له الجواز انجاز، فبالتالي بيشبك مع اي بنت صالونات ما يعرفهاش، يتجوز بيتهم يتخرب نفسيته تروح، يجيب عيل يبقى فاسد، شكرا خلاص كده ودمر حياته ودمر حياتها ودمر حياه ابنه. فليه مستعجل على بوظان حياتي وضيع فتره شبابي ونفسيتي اللي هي اصلا بايظه؟ فتره شبابي انا مش حاسس بيها، نفسيتي في الضياع، الصحه في النازل، ناقص كمان ان انا اتجوز بحد غير ناضج وغير مؤهل نفسيا ولا اجتماعيا ولا فكريا، فصحتي ونفسيتي اللي هم يا دوب فاضل منهم شويه قد كده يبقوا في النازل وامشي اكلم نفسي وبتاع. ليه 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 لسه بدري لسه. ويا ريت محدش يقول لي تاني شد حيلك وعايزين نفرح بيك. وشكرا للمشاهده.